السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مطبخ زمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بدأنا موسم الشتاء، الدنيا ساقعة، يعني تعملي يا محشي، يا تعملي، عايزة اقول لك، يا تعملي مثلا بليلة، يا تعملي شوية كرومب، تعملي اي حاجة سخنة، شوية فتة، شوية عدس النهاردة، يا اما صينية كيك. فانا قلت ايه، اعمل لكم شوية صينية كيكة بالبرتقال، حاجة جديدة وطريقة جديدة، ويا رب تعجبكم. هنعملوها دلوقتي. مقاديرها انتوا عارفين، الكيكة كوباية لبن، كوباية سكر، معلقتين سمنة على زيت. انا بعملها ببيضتين وبيكنج باودر وايه، والفانيليا، فانيليا برتقال، وفيها شرايح الكيكة عاملينها بشرايح البرتقال. هعملها معاكم. يلا بينا الطريقة كده حبايبي. هكسر البيض اهو زي ما انتوا شايفين. وهعمل طبعا عشان تبقى كلها برتقال، فانا هعمل كيسين فانيليا، فانيليا برتقال، عشان عايزاها ايه. طبعا اعملوها سريعة سريعة. اضرب البيض بالفانيليا يا حبايبي كده زي ما انتوا شايفين. عشان طبعا زفرت البيض هنحط نقطة خل، وهنحط ايه، ذرة ملح. مش حبايبي، الملح هيسخن يا حبايبي، حطيتها لكم اهي. وهنحط نقطة الخل، مكتريش خل اهو، زي معلقة كده. نضرب كويس جيدا بقى كده. دلوقتي انا خفقته كويس قوي يا حبايبي. احط اللبن اهو. ابدا احط السكر بالتدريج كده زي ما هو دوب فيه. دلوقتي يا حبايبي خفقت كله مع بعض. دول معلقتين سمنه، وحط عليهم شويه زيت، حاجه زيت بسيطه كده، ملحلحيها كده يعني. دلوقتي يا حبايبي هبدا احط دقيق. الكيكه دي بحط تلات كوبايات دقيق من المقاس ده. بس انا احب ايه، لازم انخل الدقيق يا حبايبي. نفس المقاس، الكوبايه مقاس السكر، المعيار بتاع السكر لبن الدقيق، واحده سكر واحده لبن، 3 دقيق. وطبعا السمنه ده كوبايتين، معلقتين وشويه زيت. شايفين يا حبايبي البيكنج باودر مع الدقيق هندخله طبعا اهو. دلوقتي يا حبايبي ضربنا الكيكه زي ما انتم شايفين اهي، سايله وجميله. ودلوقتي دهنت الصينيه سمنه وحطيت رشه دقيق. وطبعا هي انا عاملاها بالبرتقال. بصوا يا حبايبي، هنفردوا طبقات البرتقال من تحت الكيكه كده زي ما انتم شايفين اهو. هرص الطبقات كده لحد ما تكفي معايا الكميه كلها. ماشي يا حبايبي كده. حبايبي انا فردت شرايح البرتقال. هبدأ بقى انزل بعجينة الكيك على الصينية كلها. هتطلع احلى كيكة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. كده حطينا كمية الكيكة حبايبي. هبدأ اطلع الهواء من بالشوكة كده من الصينية اهو. وهبدأ احطها في فرن 180 درجة حوالي نص ساعة. ولما هطلعها هوريها لكم حبايبي شكلها ايه زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم في صينية الكيكة؟ طبعا طلعت من الفرن، هتهدى شوية وهقطعها لكم واوريها لكم منظرها عامل ازاي. ده حبايبي المنظر النهائي ليها. انا مقطعه لكم خرطة بالعدل وخرطة بالبرتقال. بصوا البرتقال ولا لازق ولا حاجة، جميل ازاي اهو. والصينية زي ما انتوا شايفين زي الفل اهي. ماشي حبايبي، بالهنا والشفا. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يخش بسرعه يشترك في القناه عشان يشوف عندنا كل ما هو جديد. ولايكات يا حبايبي وكومنت حلو منكم عشان ده شيء بيساعدني. ومن اي بلد بتكلموني عشان ده شيء بيساعدني برضك حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.